زرتم إندونيسيا 3 مرات ولم تزورنا ولا مرة. ورسميا هنا أقدم لكم يا شيخنا الدعوة لكم بأن تزوروا ولو حتى ساعة واحدة فقط. يريد الشعب أعجه أن تزورهم هناك ليكون الشعب أعجه فخور بإسلامه، فخور بشريعة الإسلام إن شاء الله. بهذه النظام أو الشريعة الإسلامية المطبقة هناك، ونريد الدعم والمساندة والمساعدة منكم ومن جامع الأزهر الشريف. نكون نحن أبناءكم الموجودين في أعجه في مقدمتهم أبناء الأزهر، نكون أقوياء، نكون بنائين لبناء أعجه الأفضل في المستقبل إن شاء الله. زرتم إندونيسيا 3 مرات ولم تزورنا ولا مرة. ورسميا هنا أقدم لكم يا شيخنا الدعوة لكم بأن تزوروا ولو حتى ساعة واحدة فقط. يريد الشعب أعجه أن تزورهم هناك ليكون الشعب أعجه فخور بإسلامه، فخور بشريعة الإسلام إن شاء الله. والأخير أرجو الدعاء منكم لأنني تعلمت من خبرة المحافظ وتعلمت من خبرة سياسيين أزهريين أنا إن شاء الله سأرشح نفسي أكون أهل من عبد البرلمان الإندونيسي إن شاء الله. وشكرا جزيلا شيخنا فنصيبكم ونفعكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لابننا العزيز سيدنا الشيخ فضيل، أنا ما شفتش يعني أزهري شاطر أو اسمح لي يا فضيل أزهري عفريت زي الشيخ فضيل. شوف، أولا قدم إلي دعوة في منتهى البخل ساعة واحدة، هذا أولا. ثانيا قال أنا أرشح السلام من الشيخ أزهر والأضواء. بالنسبة لي الآن أصبحنا يعني يسموه لا بالعكس بيجيبوا يكتبوا محامي في السنة يعني حاول الشيخ أزهر الرئيس عام انتخابية للسيد أنا سأرى لك يا شيخ فضيل إن كان إن شاء الله فيها خير ربنا يقولها. وأذكر بالمناسبة كان هناك شخص فضيل جاء وقال أنا سأترشح في كنائن مسلمة الشعب عندنا، فأرى الله عليه. قلت الله أنا أقول لك إن كان فيها خير يقولها، لا نشوف خير شر. فأنت يا شيخ فضيل يعني نقول كان فيها خير لك ولا أنت ما يهمكش الخير والشر.
الازهر انه مركز للمناهج المتشدده. دائما نحتاج بكم هنا وفي ماليزيا وفي كذا، ونقول يعني انظروا الى الازهريين ومنهم رؤساء دول. ان شاء الله يا شيخ كده ربنا يعني يكرمك ونشوفك شخص مهم كبير، واضح انك انت مهتم بالظهور والاضواء اكثر من العلم، لكن يجب عليك ان تعلم انت العلم لا يعيش تحت ظلال الاضواء ابدا. فعليك ان تختار اما الظهور وهذه الاضواء، وهذه الاضواء ستنطفئ حتما، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا بالنسبه للشخص، لكن الذي يسجلك او يعني يكتب اسمك في سجل الخالدين وتقرا بعد 1000 عام هو العلم بوجه الله. والعلم مرتبط يعني انا حفظتها دائما. قد سالت الفقر اين انت مقيم؟ قال في محامل الفقهاء ان بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. فإذا أردت يعني العلم تستعد للزرع أولا، وتسعى في الدنيا أولا حتى تفرح بالعلم، لكن العلم هنا وهنا وهنا دع العلم جانبا. إن شاء الله تبدأ على العلم السياسي خليل كده إن شاء الله إليك بالعلم. أنا عندي يعني بعض الملاحظات. هناك بعض التيارات التي تحاول أن تصرف أبناء الأزهر هنا عن الأزهري وعما تعلم، لا أقصد أنا فيه، لكن في المنطقة في يعني في أفريقيا وفي وربما بعض معاهد في مصر يعني احذروا هؤلاء، لأن لهم مسائل مغرية إلى أبعد الحدود، ينفقون أموالا كثيرة جدا وورود في يعني ابتلاء مناصب. المهم أنه يعني يترك ما تعلمه في الأزهر ويبدأ تعليم جديد. احذروا هؤلاء، واحذروا أن يؤتى الأزهر من قبلكم بعدما قدم لكم وبعدما أغدق عليكم، وأنتم تعلمون ماذا قدم لكم الأزهر وماذا قدم لكم أيضا مصر. وأنتم حقيقة أبناء بناتي وأبنائي، مصر على التقدم ده، وأبدا ما دمت يعني في هذا الموقع وما بقيت في حياتي هذه الدنيا أنا لا أتخلى عنكم أبدا، لأن هذه رسالة التي وأنا طبعا يعني لا أنسى أظهر اعتزازي الشديد وفخري بالدكتور محمد طبعا تلميذي، وهو الآن ما شاء الله يعني رجل مهم